يا مساء الجمال عليكم يا حبايب قلبي. انا النهارده جايه اعمل معاكم سيرم بناء على طلب الجماهير. عايزين سيرم يفتح يخلي بشرتنا دي بيضه وبتلمع وناعمه ومفيهاش حبوب، مفيهاش اي حاجه، شوايب، بقع، بثور سودا، بثور بيضه، مفيهاش اي مشكله. تعالوا نعمل مع بعض السيرم ده. اسمه سيرم سنو وايت. سيرم سنو وايت. ليه اسمه سيرم سنو وايت؟ لانه بيفتح جدا. ينفع تستخدميه لوشك، ينفع تستخدميه لايدك. شايفين؟ بصوا انا بستخدمه على طول لايدي، وشي، لجسمي، اي مكان في جسمي غامق او اي مكان في جسمي عايزه افتحه. انا الصراحه اكتر مكان بستخدمه ليه هو وشي، وهقول لكم بستخدمه ازاي وبعمله ازاي. سيرم سنو وايت. لازم تحفظوا السيرم ده كويس قوي. اول حاجه هستخدمها في السيرم بتاعي هتكون معلقه رز. معلقه رز مغسوله قبل كده، معلقه صغننه خالص، تمام. ومعلقه لبان دكر. يبقى معلقه رز ومعلقه لبان دكر، شايفين اهم، مغسولين كويس وناشفين اهم، او حتى لو فيهم رطوبه بسيطه مش مشكله، المهم ان هم نضاف تماما. خلاص، دي حاجه. الحاجه التانية بقى ان انا هجيب معايا ميه مكتره، دي بتيجي مع المضاد الحيوي، او انت بتجيبيها من الصيدليه، او ازازه ميه معدنيه. تمام. تمام، يبقى لازم تكون ميه مكتره اللي هي من الصيدليه اللي بتيجي مع المضاد الحيوي، او ميه معدنيه. هتخش تقولوا لي طب ميه من الكتل غليناها مثلا، وبعد ما غليناها وبردت نعمل بيها؟ لا بلاش. ليه بقى؟ عشان تقعد معاكي اطول مده ممكنه. السيروم ده بالذات السنو وايت ده هيقعد معاكي اكتر مده ممكنه. احنا هنعمل ايه؟ احنا اول حاجه هنجيب كوبايه صغيره كده زي دي، مع اني حاسه انها كبيره برضو بس مش مشكله، كوبايه زي دي كده. وهجيب معلقه الرز احطها. تمام، كفايه كده. نحط، انا واخده اصلا معلقه كبيره قوي، هي معلقه صغيره اصلا. ومعلقه لبان الدكر الصغيره احطها كده زي ما انتم شايفين اهو. شايفين؟ تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الميه المكتره دي وهقصها بالمقص، وهحطها على اللبان الدكر وعلى الرز. طبعا انا غسلاهم ونضاف. هفتحها واجيلكم. بنات، انا كده قصيتها اهي من فوق، وهبتدي ان انا احطها. بصوا كده، شايفين اهو. انا هكتفي بالشويه دول لان الشويه دول كتير مش قليلين. بصوا انا معايا واحده كمان اهي، معايا واحده كمان تانية، بس انا هحط بس واحده بس. شايفين؟ دول بقى هيعملوا لي كميه، يعني انا مش عارفه اوصف لكم، كميه سيرم مش طبيعيه. بصوا، يتقلبوا كده ويتسابوا بقى. شايفين؟ بصوا ابتدى بقى اهو الرز مع اللبان الدكر. شايفين الرز مع اللبان الدكر؟ تحفه يا بنات، تحفه بجد بجد بجد. لسه بقى هنسيبه بقى بالظبط 24 ساعه. هغطي عليه 24 ساعه وبعد كده هوريلكم. طبعا عشان انا عاملاه قبل كده وبستعمله على طول، هوريكم بعد ما سبته 24 ساعه بقى عامل ازاي. بصوا بقى يا بنات، ده اهو بعد ما قعد 24 ساعه بقى لونه شبه لون الاوف وايت كده، يعني مش لبن، لا تحسوه مصفر شويه. ده بعد ما قعد 24 ساعه منقوع. 24 ساعه بالطريقه اللي انا عملتها بالظبط، ما تغيروش في الطريقه. ده حاجه. الحاجه التانية بعد كده هتعملي ايه؟ طبعا انا حطيته هنا، صفيته، جبت مصفى وحطيت فيها قطنه وخدت الميه فقط. قطنه ليه؟ لان اللبان الدكر بيبقى منزل نتف كده صغننه. وهرميها بقى، هرميها خلاص. اللي اتصفى ده هرميه. وهاخد بقى اللي اتصفى ده وهعمل ايه؟ هجيب جل الصبار اللي هو ده اهو، اللي هو ده الطبيعي، وهاخد منه معلقه واحده بس على السيرم ده. لو انت عايزه لزوجته تكون اقوى خدي معلقتين او 3، انا هاخد معلقه واحده بس او معلقتين. يعني هشوف كده السيرم بتاعي ايه، يعني بقى تقيل ولا مش تقيل. خلاص، هحط البنات، ركزوا معايا اهو، معلقه جل صبار. هوريكو بعمل ايه. باخد معلقه جل صبار واحطها هنا كده اهي، واقلبها كويس قوي. لازم تقلبيها كويس جدا، تتاكدي انها، يعني شايفينها اهي تحت اهي اهي. شايفين؟ عايزه تضربيها في الخلاط ماشي.
عقمي الخلاط كويس، المهم ما يكونش فيه بواقي اكل او طماطم او بواقي عصير كلام من ده، او تضربيه بالبلندر كده الصغننه دي، تحطيه مثلا في حله واسعه شويه تكوني معقماها وتضربيه بالبلندر. انا بعرف ان انا اعمله بايديا، افركه بايديا مفيش اي مشكله. شايفين اهي، بيبقى ليها كده قطاره اهي، بيبقى ليها كده قطاره بتاعتها، بحط فيها السيروم ده وببتدي استخدمه. هحطه واوريكم بستخدمه ازاي. بصوا بقى، حطيته في الازازه اهو، تمام، وضربت جل الصبار كويس قوي اهو. بصوا بقى، شايفين؟ بصوا القوام، ركزوا، مش ميه قوي ومش لازق قوي، تمام، مش ميه قوي ومش لازق قوي. بستخدمه ازاي؟ باخد كده قطاره كل يوم، مره الصبح ومره بالليل، بحطه كده على بشرتي اهو، شايفين اهو. المهم القطاره دي ما تلمسش وشك، ده اهم حاجه. خلاص، من بعيد لبعيد كده ابتدي ان انا اوزع على بشرتي كلها. ريحه لبان ذكر مش طبيعيه، مش طبيعيه. بصوا في ساعتها تحسوا وشي شد كده واحمر، شايفين؟ بصوا، كولاجين طبيعي، تفتيح طبيعي، سنو وايت يعني، مش اي كلام. الازازه دي هي اللي فيها السر. ازازه سنو وايت دي ازازه سنو وايت. ليه سنو وايت؟ عشان تبقي بيضه ومنوره وحلوه كده. ده بيتحفظ في التلاجة لمده شهر، بيتحفظ في التلاجة لمده شهر. عشان كده لو تلاحظوا انا عملت كميه صغيره، كوبايه صغيره، على ما يجي شهر هتكوني خلصتيه. طب الناس اللي بتقول وشها مثلا ممكن يشد، تحس ان هو مشدود قوي بعد ما تحطه، يبقى تسيبيه نص ساعه، ساعه، وتغسلي وشك وترطبي. بس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات.